متابعين شلونكم؟ صحتكم يا رب تكونون بخير. نبدي روتيننا بالصلاة على محمد وآل محمد، ونسوي اليوم إن شاء الله وياكم ليالي لبنان. راح أبدي أضيف 5 أكواب حليب، حلا بارد وسهل. هذا رابع كوب، راح أضيف هذا الكوب الخامس. أضيف ربع كوب شكر وحسب الرغبة، يعني تردون حلاته زايدة أو تردون تقللون من الحلا، لأن راح نسوي شيرة نضيف عليه. وهنا راح نضيف كوب سميد اللي نستخدمه للسمبوسة الناعم، راح أضيف كوب كامل. وراح أضيف هنا ماي الزهر وأخلط المواد على البارد. أنا مو بتنفتح حبات السميد يلا أضيفه على النار خاطر ما يتكتل عندنا. الخليط على النار أظل أحرك بيه عمود ما يتكتل، يمن يوصل للقوام اللي أريده أطفيه من النار وأبدأ أصبه. بعد ما اكتمل عندنا وبدأ يفخن، وضفت 5 أكواب. اللي يقول يعني معقولة كوب ويفخن إلا نشا؟ لا، بدون نشا، لا راح تتفتح حبات السميد وحتى استوت. راح أبدي بعد أثخنه زايد وأطفيه عن النار. وهنا راح أبدي أصبه بالقالب. اكتمل عندنا راح أضيفه بالفريز أو بعدين أسوي طبقة ثانية. خليكم خطوة بخطوة. هنا راح أبدي أسوي طبقة الحشو. هنا عندنا كريمة خاصة بالحلويات، كريمة الخفق، راح أضيف من عندها كوب، وهذا كوب ونص. وراح أبدي أخفق فيها، هي من تصير متماسكة عندي. اختاروا كريمة الخفق، اختاروه يعني خاصة بالحلويات مثل تزيين الكيك، كوب كيك، أو مثلا ليالي لبنان، أو هواي أكو حلويات. لأن هسه إذا أضيف أي كريمة خفق كون أضيف لها حلا، فأختارها بها حلا، يعني هاي محلية، ما أضيف شكر نهائيا، بس أكو بها كريمة خفق لعل أضيفوا لها شكر. فدائما اختاروا كريمة الخفق يعني خاصة بالحلويات، أو هاي يعني شكلها. راح أبدي أضيف علبة قشطة. اكتملت عندنا كريمة التزيين، راح أبدأ أضيفها فوق الخليط وأساويها بهاي الطريقة. بعد ما سويت الكريمة بهاي الطريقة راح أبدأ أردها للفريز تبرد، تكون برد تام، وأبدأ أقدم لكم إياها. وهنا اكتملت عندنا ليالي لبنان، راح أبدأ أحط لها فستق الحلى. انتم ظل اختياركم، تبون تضيفون عليها تزقاية او شيرة او قطر كيفكم انتم، او تخلوها على الحلا مالت الكريمة والحلا مالت السميد اللي سويناه. وهنا بدأ عندنا اكتملت بهاي الطريقة. ويا رب تنال اجاكم، سهمنا وسهمكم الف عافية.